شبيبه، السلام عليكم. الموضوع اللي غادي نهضر عليه دابا قبل ما نمشي ان شاء الله عطله مهم بزاف. بزاف ديال الدراري في هاد البيريود هادي كينزلوا المغرب ولكن المهم انا نهضر على المغرب بصفه عامه، سواء نزلتي في الباطو، سواء نزلتي في الطياره، سواء في شنو ما كانت وسيله النقل اللي غادي تستعملها باش تنزل المغرب. فراه اما في الخزيرات الا كنتي غتنزل في الباطو، ولا في الميناء، كتلقى واحد الناس هازين دي كارت ديال شركات ديال الاتصالات في المغرب، وكيقول لك هاك هاك هاك. في المطار كذلك تقريبا صادفتوا في جميع المطارات المغربيه. واحد النقطه مهمه، الناس كيكونوا فرحانين انهم كيعطيوهم واحد الكارطه فابور، ولكن بالمقابل كتعطي اغلى ما عندك. يعني ديك الكارطه كتقام عليك غاليه بزاف. ما يمكنش في دماغك تعطي لواحد يصور لك كارت ناسيونال ديالك ولا يصور لك باسبور ديالك. وهذا الكلام هذا موجه حتى لدوك الناس اللي كيكونوا غاديين في الطريق في المغرب وكيقول لك كارطه فابور كارطه فابور وكيصورها. اولا ما كتعرفش شكون اللي كيصور لك الكارطه ديالك، لان المعلومه دابا بقوه اللي ولات غاليه. نقدر نشد انا جيليات ديال واحد الشركه ديال الاتصالات ونحط واحد الناس في الزنقه ونعطيك كارطه فابور ناخذ لك المعلومات ديالك، ولكن ما تعرفنيش شنو ندير بهم. نحل بهم كونط على برا، ندير بهم اي حاجه ممكن دير، لان انت ما ساوي والو من غير المعلومات ديالك. فوقاش تزاديتي، فين كتسكن، النمره ديال الجواز ديال السفر ديالك، ولا النمره ديال لاكارت ناسيونال ديالك. هادو هما المعلومات المهمه حتى ملي كتواصل. وهذا الشيء علاش دابا كاين مشاكل مع الابناق في المغرب. انا مازال ما فهمتش علاش الدوله كتسمع بحال التصرفات، لانه كاينين معايير اللي خصها تطبق وكاينين حويجات اللي خصهم دعم. ما كنطالبش انهم يكونوا بحال الاوروب ولا شي حاجه، ولكن على الاقل بحال هذه الممارسات تحبس. ما يمكنش تبقى تزاول، لانه انت كتعطي له المعلومات ديالك الحساسه اللي انت كل ما تملك كتعطي لواحد الانسان كيصورها، وما كتعرفش المآل ديال ديك الصوره. واش غيستعملها لاغراض شخصيه، واش غيستعملها بصح لديك الشركه، وحتى ديك الشركه واش هي اللي غادي تستعمل هذوك المعلومات، او لا غادي تدوزهم شي حد اخر هو اللي غادي يخدم بهم. وفي الحالات كثيره انا كانوا عندي اصدقاء خدامين في هذه القضيه، يعني هما ما عندهم حتى شي علاقه بشركه ديال الاتصالات، ولكن كانوا كيجيوهم كيديروا لاسيزي، كانوا كيدخلوا لي زانفورماسيون ديال دوك الناس اللي خداو لي كارت. ولكن فين كيمشيو داك لي باز دوني من بعد، شنو كيدار بهم؟ راه هادشي علاش كاينين مشاكل، هادشي علاش الابناك كيتسرقوا، هادشي علاش الناس كيمشيو لهم فلوس من لي كونط ديالهم. حيت الفلوس ما عمرهم كيمشيو من البنكه، كيمشيو بطريقه احتياليه على البنكه. بمعنى ان داك الانسان اما كياخذ لابوس ديالك وكيمشي للبنكه وكيحط واحد لابوس واحده اخرى، وكتديزاكتيفي ديالك نتايا، وكيجي فيها الكود اللي هو يعني البنكه ما عمرها كان طريقه سهله، ولكن حتى الابناء كيتسالوا في هذه المساله. ماشي الدور ديالي ندافع على البنكه، وماشي الدور ديالي نوري البنكه شنو خصها دير، ولكن الدور ديالي نقول لك ما تعطيش المعلومات ديالك فابور. الدور ديالي نقول لك منين يجي واحد يقول لك كارطه، قول لي لا اسمح لي شكرا تعطيها لي فابور، عطيها لي. انا نخدمها ونستعملها. تقدر الشركه دير واحد القضيه اخرى بحال اللي دايرين مثلا في الالمان، ولا انك تاخذ الكارطه عادي ولكن ما كتاكتيفيها حتى كتعيط لهم كتوريهم الباسبور ديالك وهذه، ولكن كتعيط للشركه اللي مكلفه بهذا البلان ديال الفيريفيكاسيون ديال ليدونتيتي، ما كتعيطش لشي حد اخر. حنا في المغرب مع الاسف مازال عندنا هذا المشكل. ما كيهمنيش الدوله شنو كدير، ما كيهمنيش الشركه ديال الاتصالات شنو كيدير، كيهمني هو انت ما تعطي حتى شي واحد المعلومات ديالك بطريقه اعتباطيه، ومن بعد تبدا تشكي وتبكي، ولا يطرى لك شي مشكل، ولا عاد تبدا تبرر تبرير صعيب، وباش تبين انك انت ماشي هو انت اللي درتي ديك الحاجه ولا اصعب. فلذلك حافظ على المعلومات ديالك، واخا في نظرك انت راه ما ساويين والو، راه عندهم واحد القيمه كبيره. هذا مكان. السلام عليكم.